زيارة ميدانية اليوم لإقليم ديال بركان لتتبع تنزيل أوراش وسط المشاريع ديال استراتيجية الجيل الأخضر للتنمية الفلاحية اللي طلقها جلالة الملك حفظه الله في 2020. على الصعيد ديال الجهة استثمارات يعني ميزانية اللي ترصدات هي 18 مليار ديال الدرهم، فيها 12 مليار ديال الدرهم استثمارات ديال الدولة على 8 ديال الأقاليم، والإقليم ديال بركان عنده 2 المليار ديال الدرهم ديال الاستثمارات ديال الدولة، طبعا زائد الخواص تقريبا درهم كيجيب درهم ونص حتى ل2 دراهم ديال الاستثمارات ديال الخواص. عدة مشاريع اللي عطينا الانطلاقة ديالها اليوم. ثلاثه ديال المستويات. عندنا المستوى ديال فك العزله على الساكنه في الاقليم ديال بركان، واللي غادي نفوتوا 700 كيلومتر يعني في هذه الثلاثه سنوات ديال المسالك القرويه والمسالك ديال فك العزله على الضيعات الفلاحيه وعلى الدواوير. وكان واحد النموذج اللي طلقناه اليوم اللي عطينا الانطلاقه ديالو على 15 كيلومتر، وواحد اخر على 12 كيلومتر. فالجانب الثاني هو كيخص الماء وتوريد الماشيه، وكذلك المد يعني المياه الصالحه للشرب الساكنه، وكذلك سقي الاشجار المثمره باش نقضوها في هذا الجو اللي هو حار واللي هو عنيف واللي هو صعب. فبرنامج متكامل اللي كيفوت تقريبا 50 ثقب يعني اللي غادي تكون على الصعيد ديال الاقليم، وتقريبا 26 اللي هي ديجا مبرمجه، وكان واحد الشطر ثاني. وعطينا الانطلاقه ديال اثقاب يعني نموذجيه واللي كتكون مجهزه ومتكامله. المستوى الثاني هي الفلاحه التضامنيه، مشاريع الفلاحه التضامنيه على الصعيد ديال الاقليم، واللي غادي تجي واحد الموجه يعني جديده من جيل جديد اللي هي متكامله، واللي هي كتلبي يعني الطلبات ديال الساكنه على الصعيد المحلي، ومندمجه، يعني كاين فيها الانتاج وعندنا التثمين ديالها، وعندنا كذلك المواكبه ديال التسويق، وكذلك الخدمات، وفيما يخص كذلك الشباب، جلب الشباب و يعني المواكبه ديالهم باش تكون عندهم خدمات وتكون عندهم منظمين في التعاونيات. وهذا يعني مشروع اللي غيكون عندنا نموذجي، واللي فيه ثلاثه ديال السلاسل ديال الانتاج. عندنا الصبار اللي هو مهم جدا، لان كيتستغل اولا كفاكهه، وثانيا استخراج ديال الزيوت الرئيسيه واللي هي ذو يعني قيمه عاليه. وعندنا سلسله ديال الخروب كذلك، هي واحد السلسله مدره للدخل. وعندنا الزيتون اللي هو منطقه اللي كيجي فيها الزيتون. هذو سلاسل كلها يعني متأقلمة وكتصبر الجفاف. وطبعا غادي يجيو في خلال يعني التنزير غادي يكونوا اصناف في كل سلسله في هذه السلاسل، هي اصناف اللي هي مقاومه اكثر لا للحشره القمرموزيه فيما يخص الصبار، ولا الامراض فيما يخص الزيتون. وكذلك اصناف اللي غادي تكون توجد بسرعه ان شاء الله، تكون عندها واحد لا بريكوسيتي. وطبعا كما قلت هذو كل سلسله عندها وحده ديال التثمين ديالها، باش الفلاحه والمنتجين نسهلوا عليهم التسويق ديال هذا الشيء، ونسهلوا لهم التثمين والزياده في القيمه المضافه باش تبقى في عين المكان، وباش تاثر على التنميه الاجتماعيه عبر الرفع ديال الدخل ديال هاد الناس. وهذا هو توجه ديال خلق طبقه وسطى يعني في العالم القروي والمجال الفلاحي.